صباح الفل مساء الفل حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا فيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ايه؟ هنتكلم اللي هو الجو اساسا زي ما انتم شايفين الدنيا عفرة، الدنيا مطربة، الجو مش كويس، الجو مش مهيأ اللي هو الحمام يتفتح له. طيب اعمل ايه؟ قبل ما اللي انت تعمل ايه انت فاهمني ازاي، هقول لك انت ما تفتحش للحمام بتاعك ليه. تفتحش الحمام بتاعك لان الجو اساسا مش متظبط، شويه هوا شويه عفره شويه ترابه يجوا في فرد الحمام، فانا بخسر الحمام بتاعي بايديا. طب هو الفرد الحمام واقف في قلب الباب بتاعه، لازما لياقه بدنيه عشان يسخن جسم فرد الحمام، لازما دي اللياقه البدنيه اللي هي تتعمل لفرد الحمام يوميا. طب النهارده شويه هوا، طب ما ممكن اخسر الحمام ده بايديا، اللي هو يطلع يستركب العالي ياخد مع اي حد يتزنق لي فرد حمام، ممكن فرد الحمام من وجامد وكل حاجه بس يتضرب غصب عنه لان الجو مش متظبط، الجو مش تهيئه اللي هو حمام يطير. الجو ده اللي هو يتقفل على فرد الحمام بتاعه ويتقفل على الشبابات، ان كنت برمي عصار ان كنت برمي تماسي مفيش اي مشكله. طيب تعمل ايه مع الحمام ده؟ ممكن اشتغل مع الحمام ده بالذات اللي هو فوق، بشتغل معاهم اللي هو في الطل، يعني الحمام اللي هو في الطل ده لازم اشتغل معاهم رفع مناعه عشان خاطر المناخ اساسا فوق. كتر خير الحمام واقف في قلب الهوا، واقف في البحر، اللي عشه الجناب بتاعتك مفتحه خالص، مفيش بقى ولا سلكه انت قافل لي البحري وقافل السلكه كلها، لا ده دي فوق في قلب العشه منها للسما، فبتلاقي اللي هي الهوا من جميع الاتجاهات. فاحنا بنشتغل مع الحمام الشبابات اللي هي بتترمي دي شويه رفع مناعة، أي رفع مناعة من البشر، يعني في حاجات اللي هي اسمها الأومولانت ده، أو ممكن تشتغل بعسل أسود برضه للشبابات، مفيش أي ضرر عليهم، بحيث اللي أنت بتدفيهم وتظبطهم بتهيأ لهم اللي هو المناخ بتاعهم، أو اللي هو بتظبط اللي هو درجة الحرارة بتاعت فرد الحمام بحيث اللي هو ما يجرالوش أي حاجة. لأن أنت ممكن تلاقي فرد الحمام واقف في قلب الباب بتاعه ما يكونش فيه اي مشكله، تلاقيه اتقلب على ظهره لان فرد الحمام انت فاهم مش قادر، يا عيني فرد الحمام متلج فوق. فانا اللي انا بزود له شويه مثلا ايه، هو عامه اللي هي كلفه الشبابات فوق بتبقى اللي هي ما بتبقاش خشنه، لا انا ازود له شويه عدس بجبه اللي هم برضه يدفوا فرد الحمام بتاعي. طيب هتشتغل معاهم ان انا ما فتحتش النهارده فيها اي مشكله؟ لا مفيش اي مشكله، انا بقلب المكالب بتاعت الحمام واكلفهم. والنهارده يا عم بناقص من ايه؟ من نش خالص، يعني مفيش اي مشكله، مش عشان خاطر يوم انت فاهمني ازاي اضحي بالحمام بتاعي، لان معظم الايام دي في حمام بيتضرب كتير والله بسبب الهوا ده وبسبب الجو اللي احنا فيه ده. بص هنطلع بره برضه نوريكم. الجدع اللي هو يحافظ على الحمام بتاعه، مش اللي هو ده فلان هيقول انا خفت، يا عم مش اشكال، انا بحافظ على الحمام بتاعي، انا ما بخافش. ادي السما فاضيه اهو، كان بقى اللي مدور حمامتين فوق دماغه، بس انا مش شايف ولا في نش ولا شايف حد مفتح ولا اي حاجه، الا مش عارف في واحد ولا اتنين سايب حمامتين كده. بص الطرف مقلوبه من شده، والله هم مقلوبين ولا انا اللي قلبهم ولا اي حاجه، من الهوا والعفره والترابه والسما. بص فاهمه ازاي، مفيش حد مفتح خالص، وده الصح، ده الغاوي اللي هو بيفهم اللي هو بيحافظ على الحمام بتاعه. طيب في اي مشكله اللي انا مثلا دلوقتي اللي هو الحمام ده لو ما اتفتحلوش ولا اي حاجه هيجي تاني يوم يأدي معاك، انت فاهم، انت كده كده بتخدمه زي ما هو فرد الحمام، خلاص هو ما طلعش اللي هو ساب ولا طلع النهارده اللي هو مثلا طار والقصه دي، بكلفه الكلفه بتاعته مفيش اي مشكله، ان كنت بقشط بعد ساعه وان كنت مثلا بسيب الكلفه قدامه مفيش اي مشكله عندي، وفرد الحمام هيطلع يأدي خدمه بكره لو الجو متظبط والجو كويس، لان انت كنت مكتفه في اليوم اللي قبله ما اتفتحلوش، فيجي تاني يوم لما بتفتح له والجو متظبط اتفرج على الحمام ده هيمتعك. طيب خلاص كده خلصنا كده، نقول بس ايه كلفة اللي هو الشاب فوق، ادي الكلفة ايه
بتاعتنا. كلفة الشاب اهي اهي، قبضة ايد اهي. الناس اللي هي بتسأل على كلفة الشاب. طول ما فرد الحمام واكل، فرد الحمام شبعان، متقلقش من اي حاجه. غير بقى اللي هو سبحان الله اللي بيجيله موت مفاجئ ده لا اعتراض. يعني هو فرد الحمام اللي هو بيكون واكل وشارب وتمام التمام، لا اعتراض في الموت بتاعه، لان ده بتاعت حاجه دي بتاعت ربنا. فانت ما تقولش ليه انا ما قصرتش، انا ما عملتش. القصه دي كلها مفروغ منها، فاللي احنا ما نتكلمش فيه. ده كان موضوع النهارده اللي احنا برضو نبسط عشان خاطر الناس اللي هي هتسأل تقول لك طب في الجو ده انصحكم، دي خدوها مني من اخوكم. لو الجو مش متظبط مش متهيأ لطير الحمام يا جدعان، فرد الحمام بيتعمل بعجوبة. الشاب او الذكر اللي بيتحط الباب ده بنعمله بالعافية. فما جيش اسلم الحمام بتاعي بايديا، ما جيش اللي انا ابوظ الحمام بتاعي بايديا. فجو يوم 2 3 4 ما فيهوش اي مشكله لما اقفل على الحمام، وكده كده الحمام هيطلع يشتغل، لان انا ما بوظتهوش. الحمام محطوط في قلب البيبان بتاعته، لان الجو مش هيقعد شهر اللي هو على المناخ ده، لا ده هو يومين في الاسبوع، يوم في الاسبوع، ما فيش اي مشكله. اعتبر نفسك اللي انت يا جدع في الشغل وما فتحتش للحمام، ما فيش اي مشكله، عشان خاطر ما تخسرش الحمام بتاعكم. انتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.